كيف العاده انا غير داوي وهذا رايي، وهاد المره غادي ندويو على احسن المهاجمين الافارقه اللي لعبوا في البطوله اخر 15 سنه بعيدا عن الترتيب وبعامل مشترك هو التهديف. موسى تيغانا ما يمكنش ما يكونش هذا الاسم اللي كتعتبر واحد من افضل المهاجمين في تاريخ المغرب الفاسي، واللي كتجمعوا مع السافانا علاقه حب خاص واحترام كبير من جماهير الفريق اللي كتعتبره واحد من ابناء النادي. جيفرسون واحد من المهاجمين اللي بدورهم ما دازوش مرور الكرام في 3 ديال التجارب بين الوداد الكوكب والماس، حسن بزاف ديال الماتشات توج من خلالها بالثلاثيه التاريخيه للمغرب الفاسي، وكان صاحب الهدف اللي منح كاس العرش في 2011. دائما في الماس وثنائيات ديتشا كازا وكوفي بوا، وحده من اجمل الثنائيات اللي منحت للمغرب الفاسي لقب كاس العرش سنه 2016. كان الثنائي فيها دور كبير باحتفاليات كازا الشهيره. مالك ايفونا مهاجم الوداد وهداف البطوله في موسم التتويج باللقب 18 باهدافه اللي كان عنده طعم خاص في نفس الموسم. الفهد الكابوني اللي كان كيشكل ثلاثيه رهيبه مع كوني فابريس اونداما مهاجم الوداد وواحد من ابرز الافارقه اللي لعبوا في البطوله، هداف من الطراز الرفيع خلى سميتو بارزه في تاريخ النادي سواء باهدافه الحاسمه ولا الالقاب اللي ربح. تونيور موكوكو المهاجم الكونغولي اللي جاور 2 انديه وطنيه، الكوكب المراكشي والوداد الرياضي، رغم التباين ديال التجربتين الا انه كان كيمتاز بالتهديف مع شوق الجماهير المراكشيه اللي تغناو به في وحده من الاغاني ديالهم الشهيره. نبقاو مع كوفيل واخا غادر الماس الا علاقته مع الشباك ما تغيراتش، ونصب راسو هداف الاولمبيك اسفي في التجربه الثانيه ديالو في المغرب سنه 2019. طوغولي كوتشولابا هداف نهضه بركان وصانع افراح الفريق البركاني، واحد من ابرز الهدافين في تاريخ النادي بمرور جد محترم في البطوله وبمجموعه من الالقاب الوطنيه قبل ما يفكر يخرج ياخذ تجربه احترافيه جديده. كارل ماكس داني معشوق الجماهير الدكاليه، واحد من اللاعبين اللي توجوا بهداف البطوله وخلى بزاف ديال الانديه الكبيره في المغرب تبغي تشري العقد ديالو قبل ما يفضل الاحتراف. الا غندويو على حسن يا شاكادير لابد ما غادي نجبدو زومانا كوني وباتريك كواكو، وحده من الثنائيات الواعره اللي دازوا في الفريق السوسي وكانوا كيمثلوا نقطه قوه في هجوم الحسنيه لا في ملعب ادرال لا في ملعب الانبيعات. سيمن ارلوند مهاجم شباب الريف الحسيمي اللي كان في فتره من الفترات واحد من ابرز الاسماء الساطعه في البطوله، والى سولت على افضل الاسماء اللي دازوا في ممثل الريف غيكون من التريو. الاشاره كوفي ولابا اسماء جمعاتهم نقطه مشتركه وحده وهي الرجاء، بعد ما نقدروا نقولوا انهم وقعوا في كشوفات الفريق، الا ان الرؤى التقنيه للمدربين في ديك الوقيته كانت لهم وجهه نظر اخرى. هادو كانوا احسن المهاجمين عندي، وانتوما شكون بالنسبه لكم الاسم اللي خاصو يكون في هذه اللائحه وما كانش؟